اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. صلوا على الحبيب قلبنا يطيب، صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملة لنا ايه النهارده يا ام حنين؟ عامله النهارده قرص يا جماعه، قرص بالعجوه وقرص طريه كده تستاهل حنكو والله العظيم. بس اللي اول مره بقى يشوف قناه يوميات ام حنين عشان يوصل لكم كل جديد من الحلويات اللي احنا هنعملوها، ما ينساش يا جماعه يشترك في القناه ويعمل تفعيل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وتتابعوني وتشاهدوا الفيديو للاخر. حبايبي ومتابعيني حبايبي، يا رب كده يكون فيديوهاتي بتعجبكم، ويا رب تكونوا انتوا اكون انا بوصل لكم معلومة كويسة، ويا رب دايما كده نشوفوا بعضنا في الخير واكون محبوبة ما بينكم يا رب. النهارده يا جماعة هنعمله قرص بالعجوة وقرص طرية فلاحة عادية خالص، سهلة وبسيطة، مكونات بسيطة وسهلة جدا جدا جدا، والطريقة مضمونة 100%. بس بالله عليكم اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي واللي أول مرة يخش القناة عندي، ما ينساش يا جماعة يشاهد الفيديو للآخر عشان دي مصدر رزقي ورزق عيالي، والمشاهدات عندي واقعة والقناة عندي واقعة، فيا ريت حبايب قلبي تشاهدولي للآخر بالله عليكم، مع لايك جميل من ايديكم، مع متابعة حلوة، مع زر الجرس، تفعيل زر الجرس علشان خاطر تكبروا لي القناة حبايب قلبي متابعيني على راسي. تعالوا بقى نشوف المكونات. تعالوا حبايبي نشوف المكونات. عندنا 2 كيلو دقيق، معانا كيلو من اللبن من الحليب سواء بقري سواء جاموسي، مع معلقتين من السمنة على شوية من الزيت، وهنقلبه كله مع بعضه كده. الدقيق الاول يا جماعه هننخلوه بالمنخل كده عشان لو في حاجه، تمام. وهنحط شويه الملح وهنحط معلقتين خميره فوريه، وهنقلبه المكونات دي كلها مع بعضها في الدقيق. وبعد كده هننزله باللبن الحليب بتاعنا، نقلبه فيه نقلبه فيه نقلبه فيه كده لحد ما تبقى ايه معانا عجينه متماسكه. وبعد كده هنجيبه شوية حليب كده في الآخر، وهحط معلقتين السمنة وربع كوباية من الزيت، وهحطها على العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وأبدأ بقى أقلب فيه. ويا ريت ما تكتروش في الحليب يا جماعة علشان خاطر العجينة ببقى عايزاها متماسكة شوية، مش عايزاها طرية جامد عشان ما تلزقش مننا وهي بتخمر. ماشي يا حبايبي، يلا نصلوا على الحبيب قلبنا يطيب ونصلوا على النبي ونقولوا يا هادي يا رب. وحبايب قلبي زي ما قلت لكم القناة دي رزقي ورزق عيالي، يا ريت تكبروها لي، يا ريت تخلوها تشتغل، لان بجد بجد انا محتاجة لاي رزق يجي من وراها. القناة مش شغالة خالص لدرجة ان انا قعدت فترة انا ما بنزلش فيديوهات لان التفاعلات عندي بسيطة جدا جدا. اتمنى ان انتوا تكبروها لي، واتمنى القناة بتاعتي تتشاف. ربنا يبارك لكم ويعزكم، احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين في الدنيا، ربنا يعزكم ويخليكم دايما خير في حياتنا. هنمسكوا كده العجينه زي ما انتم شايفينها يا حبايبي، بنلموا فيها. يعني اسهل طريقه كمان اللي انت تلت العجينه من غير ما تتعبي ايديك ومن غير ما مجهود وكده، بتحطها على الرخامه، بس الرخامه تكون نظيفه. اهم حاجه الرخامه تكون نظيفه، تمسحها مسحه نظيفه كده، او على الطبليه او على ترابيزه، وتمسكي العجينه زي ما انتم شايفين، تروح وتيجي بيها كده هتتلت معاك وتبقى زي الفل. ماشي يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده تفضلوا تلتوا في العجينه، سهله سهله جدا سهله جدا. واللي عارف العجن واللي عارف فاهم في العجن يا جماعه عارفين طريقه اللت كده سهله جدا معاكم، ما تتعبش ايديكم وبتبقى معاكم ناعمه وزي الفل. اللي وصل معايا لحد كده يقول لي يسلم ايديك في كومنت حلو، وما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، وصلوا لنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنفضلوا نلتوا بقى كده يا جماعة. الحاجة بقت غالية دلوقتي، كل حاجة بقت غالية، ومعلش يعني الواحد كان بيروح يشتري الحاجات دي من بره، ما الحاجة بقت غالية مولعة. فبشوية شوية دي حاجات من اللي في قلب بيتك، شوية دي على حتة السمنة على شوية الخميرة على حبة اللبن، هتعملي أحلى عجينة قرص زي ما الكتاب ما قال من إيد أم حنين. بس انتوا جربوا الطريقة بالظبط، وانتوا بصراحة 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 هتعتمدوها على طول. يلا نصلي على النبي يا حبايب قلبي. العجينه بدات تتلب معايا اهيت، وبقت ايه، بقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. والعجينه زي ما انتوا شايفين اهوت هنسيبوها تخمر بقى شويه كده. يعني لو وراكي حاجه بتعمليها عبال ما ايه، ما العجينه تخمر شويه، يعني ما نسيبوهاش كتير، قيمه نص ساعه. هحطها في البلاستيكه واسيبها قيمه نص ساعه كده، وبعد كده ايه هنقرصوها وهنشوف دلوقتي هنعمله ايه فيها دلوقتي يا حبايبي.
هنجيبوا كيس نضيف زي اللي انتوا شايفينه، اي كيس نضيف عندكم، وهنروحوا احط فيه العجينه علشان ايه تخمر بسرعه، يعني ما تاخدش وقت في ايه في الخمران. عايزه تحطها في البلاستيكه زي ما انت شايفه كده، حطيها في البلاستيكه مفيش اي مشكله، وهتخمر بس هتاخد وقت شويه. انا بحطها في كيس عشان ايه تسرع معايا التخمير شويه يا حبايب قلبي. خمرت اهيت معايا زي ما انتوا شايفينها كده، بقت زي الفل كده اهو. اهم حاجه يا جماعه تخمير العجينه علشان تطلع معاك القرص ناجحه 100%. زي ما قلت لكم اهم حاجه تخمير العجين. خمرت العجينه كويس وطلعت معاكي مظبوطه في التخمير، هيطلع معاكي القرص قبه وزي الفل معاكي ومحمره كده ومش مبقعه. زي ما انتوا شايفين كده انا ايه بفش العجينه زي ما انتوا شايفينها كده يا حبايبي. ماشي. وهبدأ بقى اقرصها التقريصه اللي انتوا عايزينها، عايزينها كبيره عايزينها صغيره زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا حابين. يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايبي وايه، ونشوفوا بقيه الطريقه بتاعتنا. تمسكوا بقى ايه زي انت ما بتقرصي حسب طريقتك في التقريص، او اللي اول مره يشوف العجينه بتتقرص ازاي. دي سهله جدا يا جماعه، تمسكوها كده بايديكم وتروحوا ماسكين العجينه ضاغطين عليها، بتطلع معاكم زي ما انتوا عايزينها كده. عايزينها كبيره عايزينها صغيره زي ما انتوا عايزين برضو زي انتوا ما تحبوا. دي حسب اختياركم انتوا، عايزينها وسط عايزينها كبيره عايزينها صغيره، دي حسب اختياركم زي ما قلت لكم يا حبايبي. يلا نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ماشي. وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وقولوا لي تسلم ايديك يا ام حنين، العجينه زي الفل. اللي جربها يقول لي برضو يا جماعه، اللي جرب بالطريقه دي يقول لي ويعرفني ويقول لي ايه رايكم فيها. ماشي يا حبايبي. هنقرصوها بقى. والعجوه اللي انتوا شايفينها دي انا بجيبها يا جماعه مضمونه، يعني العجوه ديت مفرومه جاهزه من مكان مضمون، من مكان انا عارفاه، بجيبها مفرومه جاهزه. اللي حابب بيجيبها ويفرمها عنده بيجيبها يفرمها عنده، بتبقى سهله جدا والعيال بيحبوها. بتفطري بيها الصبح، حلوه يعني، هي بتبقى حلوه. انا هعمل شويه بالعجوه وشويه ساده. اللي حابب ياكلها بالعجوه مع كوباية شاي كده، واللي حابب يعمل ايه السادة دي سندوتشات وكده يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهو تدينا انا بقرص فيها. وانا بحب اشتغل على الرخامة، بحس ان انا بسعف نفسي، يعني بحس ان انا بخلص على طول بصراحة، احسن ما انا قاعدة. يعني انا شغل على الرخامة كده بحس ان انا بنجز يعني. قرصت التقريص اهو، هنبططه بقى وهوريكم السمك ازاي. ماشي يا حبايبي. انا هوريكم السمك بقى بتاع الايه القرصة اللي هي بالعجوة والعادية. احنا فرشنا حته على الصينيه اهي زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر العجينه بتاعتنا لو خمرت شويه ما تلزقش في الصينيه، تبقى سهله معايا وانا بشيلها من على الحته بتسهل معايا شويه. ماشي يا حبايبي. العجينه اهي بتتفرد معايا بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده، بتتفرد معايا بكل سهوله والعجينه زي الفل اهي. بس انا هوريكم السمك بيبقى ازاي، لا تخليها تخينه قوي ولا تخليها رفيعه قوي، تبقى مظبوطه عشان تطلع معاكي لا خفيفه ولا تقيله. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش يا حبايبي اخواتي، ما تنسوش تعملوا متابعة لو اول مرة تشوفوني. ادي سمك القرصة اهي يا جماعة، دي القرصة اللي هي السادة بدون عجوة. طريقة سهلة جدا جدا جدا، ما بتاخدش معاكي 5 دقايق. يعني انا ما خدتش معايا نص ساعة. التبطيط والعجن والخبيز والكلام ده كله ما خدش معايا نص ساعة. ما اللي ايده واخده على الحاجات دي يا جماعه بينجز وبيخلص على طول يعني. يلا صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام حبايب قلبي. صلوا على الحبيب قلبنا يطيب يا رب يا هادي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. كنت انا وبنتي بنتشاوروا في حاجه بقى، معلش يعني اذا طولت عليكم.